عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله جبت لكم بواحد الوصفه اللي هي الشباكيه. غادي نحل معكم واحد الوحيده بصراحه اللي كتجي غزاله، كتجي فتيه. هانتوما كنتمنى من الله تعجبكم. ندوزو للمقادير. عندي كاس ديال العنبه ديال الجنجلان اللي طحنته وغربلته، كاس ديال اللوز حتى هو نفس الشيء طحنته وغربلته. الجنجلان ما كنحمروش مزيان حيت كيولي ثقل لنا مع الشباكيه. اللوز كندوزوه غير تحمرنا شويه في الفران. عندي قرعه ديال الزهر كتوزن لي كاس ونص ديال كاس ديال العنبه. عندي كاس ديال الزبده اللي كندوبها حتى كتولي لي نوازيط. عندي كاس ديال نص كاس ديال الخل، كاس ديال الزيت البلديه اللي ما عندوش يمكن يستعمل النباتيه. عندي 2 معالق ديال النافع اللي نقيته وغربلته. عندي معلقه ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال القرفه. عندي راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز. عندي شويه ديال المسكه الحره دقاها مع سكر كلاصي، وشويه ديال الملحه اللي ما غاديش ننساوها كتعاد لنا الذوق. عندي خماره ديال 800 غرام حلويات. ندوزو ان شاء الله باش نخلط معكم الشباكيه. جبت واحد الكاسرونه درت فيها كاس ديال الماء ديال العنبه، ودرت معاه الملون شويه ديال زعفران. اللي عنده زعفران الشعره يستعملو، انا ما موجودش عندي درت زعفران عادي. كنزيد عليه داك ماء الزهر وكنردهم على البوطه يدفاو شويه. جبت واحد القطعه اللي غادي نخلط فيها. انا عندي هنايا كيلو ديال الطحين رطب مزيان، غادي ندير عليه داك النواشف. صافي بحال هكا كنبدا ندخل داك المكونات كلهم مع الطحين. من بعد ما خلطنا المكونات كلها كنزيدو خماره ديال 8 غرام. هادشي كله كنعاودو في هاد الغربال. هانتوما كنولي نغربل هاد الخليط ديالي مزيان باش العجينه ما كتقطعناش وكتساعدنا في الخدمه. صافي من بعد ما غربلنا هاد المكونات ديالنا، شوفوا شنو كيبقى لي في هاد الغربال. هانتم ديك اللوز والجنجلان كيبقى واحد الحبيبات رقيقه اللي كيقطعوا لنا العجينه، ضروري تغربلوه مزيان. صافي دابا غادي نزيد السوائل. بسم الله. قلنا كاس ديال الزيت بلديه، كاس ديال الزبده. شفتوا الزبده كتولي لي حتى كتغير اللون ديالها، كتعطينا واحد المذاق زوين للشباكيه. نبدا كنخلط هادشي. صافي كنزيد الخل. بسم الله. وكنبدا نضيف الزهر والماء. ما خصهاش تجينا جاريه وما تجيناش قاصحه بزاف. صافي من بعد ما جمعنا العجين، هانتوما كتجينا على هذا القوام، ما جاريه ما قاصحه، هي هذيك. صافي كنقطعها على 4 ديال القطع.
غادي يجيوني كبارين شويه، الا غنديرهم على 5. صافي كنجيب هاد الميكا كندير فيها هاد الكويرات ديال العجين وكنخليها تقريبا ربع ساعه ترتاح شويه وكنولي باش نطلقها. صافي دوز ربع ساعه نولي معاكم ان شاء الله باش نبدا نطلق الشباكيه. الناس بعد ما دازت ربع ساعه كنجيبو وحيده ديك العجين وكنبداو كنطلقوها. هانتوما شوفوا القوام ديالها كي داير، ما قاصحه ما جاريه، كتساعدنا حتى في الدليك، خصوصا ملي كتعطيوها ديك ربع ساعه ترتاح فيها. صافي غادي نطويوها بحال هكا باش تساعدنا في الخدمه. كنعاودو نسرحوها بالدلاك. صافي عاد كنزيدو نطويوها بحال هاد الشكل، تكون بحال الطريقه ديال الملاوي. كنديروها في ميكا، كنخشيوها في شي بلاستيكه ترتاح. نزيد معاكم شي وحيده. بحال هكا هانتوما كنديروها فشي بلاستيكه ترتاح. بعد ما ارتاحت لنا العجينه بعد ما كملنا داك العجين كلها كنطلقوها، كنوليو نطلقوها على هذا الشكل باش تساعدنا حتى في الخدمه. صافي ونبدا كنقطع هكا. هانتوما بعد ما قطعناهم بهذه الطريقه كنديروهم واحد البلاستيكه هكا يرتاحوا حتى نكمل العجين كلها بهذه الطريقه. غادي صافي من بعد ما ارتاحت العجينه ناخذ واحد الطريف باش نوريكم الطريقه ديال التشباك. طريقه سهله خصوصا المبتدئات. شفتوا العجينه فاش كتقطعوها غير طريفات صغار هكا كتساعدكم حتى في الخدمه. نجيب واحد العكس صغير حتى هو كيعاونني. كنرقق العجينه مزيان باش ما كتجيش الشباكيه غليظه. صافي العجين ديالنا رققناها. ساعدني هاد العجين اللي كنزولو كنحتفظوا بها في بلاستيكه حتى كنعاودو نخدموا بها حتى هي. عندي هاد المسطره كنعبر بها كتعاون. فغادي نبدا ندير 1 2 3 4 وفي الخامسه كنقطع 1 2 3 4 5. بسم الله. هانتوما شباك كناخذ هذا الشريط الاول
وكندخل هذا من التحت كنوضعو على الثاني، كندخل هذا كنوضعو على الثاني، وكنقبط هاد الجنيبات ها نتوما كما كتشوفوا، وكنقلب العجين تشكل لكم وريضه. ها نتوما انا كنبغي الشباكيه صغيره كنديرها غير هكا مقدوده. غنوريكم وحده اخرى. كناخذ الشريط الاول كنوضع الاخر من التحت كنوضعو على الثاني، عاود ندير الاخر من التحت وكنوضع هذا بهذه الطريقه وكنقبط الجنيبات. ها نتوما طريقه سهله. كنقلب العجين ديالي بحال هكا صافي. هانتوما كنشكلوا وريضه. نزيد معكم وحده اخرى باش البنات يفهموا اكثر. كناخذوا الاول كنوضعوا الثاني من تحت صباعنا كنلصقوه مع هذا وكنوضعوا هذا هكا. طريقه سهله بصراحه. هانتوما كنبركوا على هاد الجوانب كنثبتوهم وكنقلبوا العجين بهذا الشكل صافي كتشكل لنا وريضه. غادي نوريكم طريقه ديال التشباك اخرى. الا جاتكم هذه صعيبه شويه يمكن لكم تبدلوا الطريقه. نديروا 1 2 3 4 5. الاخرى كنديروا فيها 5، هذه كنديروا فيها 6. كنقطعوا 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. انا كنبغي الشباكيه صغيره، الاختيار كيبقى لكم. اللي بغى يكبرها يكبرها. هاد الطريقه اللي غادي نوريكم دابا سهله. كنجيبوا جوج كنطويوهم على الجوج هذا، كنقلبوا العجين هكا كنطويو وكنقبطوا الراس ديال العجين وكنديروه. ها هي طريقه سهله مبسطه. شفتوا كي كتجي شباكيه مرده. غادي نزيد معكم وحيده. هانتوما هاد الجوج كنقلبوهم على هاد الجوج ديال الاشرطه، عاود كنقلبوا الاخرين هكا صافي وكنقبطوا هاد الجنيبات وكنحلوا الشباكيه ديالنا. غنوضعها على سطح العمل باش تساعدني. ساعدوا بيديكم باش تبان لكم الوريضه. هانتوما شوفوا الشباكيه كيفاش كتجي صافي. غادي ندوز نكمل ديك الكميه اللي عندي العجين وندوز معكم باش نقليو الشباكيه. بعد ما ساليت العجين بالتشباك كندير واحد المقله كنشعل عليها البوطه وكنديروا الزيت الكافي فين غادي نقليو الشباكيه وتجي غاطسه في الزيت، ما تجيناش الزيت قليله. انا كنستعمل هاد رامي فلور كيجي خفيف كتجي زوينه. واللي بغى يطيبها يطيب العسل في الدار الاختيار كيبقى ليكم، حتى هي كتجي زوينه. كنخليو الزيت حتى كتسخن مزيان. عاد كيمكننا نقليو فيها الشباكيه باش ما كتجيش شاربه لنا الزيت. كنجهدوا العافيه ومنين كنديروا الشباكيه في المقله صافي كنقصوا العافيه شويه صافي. غادي نبداو نديروا الشباكيه. الزيت راها سخنات. بسم الله. صافي ملي كنحسوا بالشباكيه ديالنا بدات تحمر كنبداو نقلبوها وحيده بوحيده هكا وتحمر. نتوما كيفاش بغيتوها، واش محمره مزيان ولا غير شويه. صافي دابا غنبدا نحيد الشباكيه ونديرها في العسل. صافي كنديرها في العسل كنخليها حتى كتعسل مزيان.
على ما كتنقلي القليه اللي موراها عاد كنزولها من العسل. صافي من قربت الطيب هذه اللي في المقله كندوزو باش نزولو هذه اللي درنا هنايا في العسل. هانتوما كيفاش كتجي وكنرشوها بالجنجلان. صافي كنقطروها هاك بحال هكا من العسل وكنديروها فشي صفايه ولا كسكاس. ومنين كتعسل كنحيدوها كنديروها فشي كسكاس وكنرشو عليها الجنجلان. صافي وندوزو لطبق التقديم. البنات الشباكيه ديالنا هي وجدات، كتجي بصراحه غزاله مقرمشه. كنتمنى من الله تجربوها. ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد ان شاء الله. غادي نحل معاكم واحد الوحيده غادي ديروها ما غتندموش عليها بصراحه. كتجي فتيه هانتوما كتجي غزاله وبالصحه والراحه.